اللي هتسمعه دلوقتي مش فيلم خيال علمي ولا ذكاء اصطناعي، ده خبر ممكن يغير شكل العالم كله. الصين دلوقتي بتعمل حاجة شبه الأساطير، حاجة اتسمت مشروع منهاتن صيني، بس المرة دي مش قنبلة نووية، لا، دي أخطر وأهم سلاح في عصرنا، رقائق الذكاء الاصطناعي. بس إيه اللي هتعمله الصين وإيه حكاية مشروع منهاتن؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. العالم كله دلوقتي ماشي بالرقائق، من الموبايل اللي في إيدك للذكاء الاصطناعي للأسلحة المتطورة للأنظمة العسكرية، وكل القوة دي الغرب مسيطر عليها من خلال تكنولوجيا واحدة بس، اسمها EUV، آلة عملاقة وسعرها بيوصل لحوالي 250 مليون دولار، ومفيش شركة في العالم بتعرف تعملها غير شركة واحدة بس، وهي شركة ASML الهولندية. الآلة دي هي اللي بتنقش دوائر أدق من شعرة الإنسان آلاف المرات على الرقائق، وكل ما الدوائر تصغر كل ما الشريحة تبقى أقوى وأذكى. أمريكا كمان كانت فاكرة إن التكنولوجيا دي هتفضل محتكرة للأبد، وكمان ضغطت على هولندا تمنع طبعا بيعها للصين، وبعدين طبعا وسعت القيود ومنعت حتى المعدات الأقدم وكمان قطع الغيار. والهدف من كل ده كان واضح جدا، خليكوا دايما متأخرين خطوة. الصين بقى ما قعدتش تتفرج، اشتغلت في صمت لمدة 6 سنين في معامل شديدة الحراسة في مدينة شنزين، لدرجة طبعا إن المهندسين اللي شغالين هناك كانوا بيستخدموا أسماء مزيفة وكمان بطاقات هوية مش حقيقية، لأن المشروع مصنف أمن قومي. المفاجأة إن وكالة رويترز كشفت إن الصين نجحت فعليا تعمل نموذج أولي لآلة شبه EUV، آلة ضخمة جدا واخدة مساحة مصنع كامل تقريبا، ولسه بدائية، بس قدرت إن هي تولد الضوء فوق البنفسجي الشديد. ودي طبعا أصعب خطوة في القصة كلها، يعني أول باب في احتكار الغرب اتفتح. اللي اشتغلوا على المشروع مهندسين سابقين في ASML نفسها، وكمان معاهم مهندسين صينيين شباب، وكمان بيعملوا هندسة عكسية لكل جزء في الآلات القديمة، بيفكوها قطعة قطعة وكمان يعيدوا تركيبها. ده غير ان هما بيوثقوا كل حاجة بالكاميرات، وفي مكافآت لأي مهندس ينجح ان هو يحل لغز جزء معقد. طبعا الطريق لسه طويل، في تحديات كبيرة جدا خصوصا في البصريات فائقة الدقة وإنتاج رقائق شغالة فعليا، بس الصين حاطة هدف واضح قدامها، الوصول لرقائق محلية بالكامل من غير أي اعتماد على أمريكا أو أوروبا. الحكومة الصينية شايفة إن المشروع ده أولوية قصوى، وكمان هواوي ليها دور أساسي في التنسيق بين طبعا مراكز الأبحاث والشركات. والهدف من كل ده إن الصين تطلع من سلسلة التوريد الغريبة نهائيا. ولو الصين طبعا نجحت، ده معناه كسر احتكار استمر عقود، وكمان تغيير قواعد اللعبة في الذكاء الاصطناعي. وده برضه معناه إن الحرب اللي جاية مش حرب دبابات وطائرات، دي حرب شرائح ورقائق، واللي بيكسبها هو اللي هيمسك مفاتيح العالم.